مساء الفل على عيونكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض كده بسكوت القهوة او كوكيز القهوة زي ما تسموه. نبدأ مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دقيق وزبدة وكاكاو اسباني ونسكافيه وبيض وسكر. هقول لكم المقدار بس. ندعي كده لطلاب الثانوية العامة، ربنا معاهم يا رب. هيبدأوا بكرة ان شاء الله، فانا عاملاه بصراحة يعني عشان خاطر بنت اختي، ربنا معاها يا رب وكل اللي زيها يا رب ويديهم على قد تعبهم. هقول لكم المقدار عشان عامله زياده عن المقدار. تمام. مقدار 175 جرام زبده لينه طريه، 100 جرام سكر، 25 جرام كاكاو خام، 280 جرام دقيق، صفار بيضه، فانيليا طبعا، رشه ملح. تمام. نضرب الزبدة كويس قوي، وبعد كده نضرب بالسكر. طبعا لما بنضرب الزبدة ممكن بتكون تقيلة شوية لو مقدارها تقيل، بس لما بننزل عليها بالسكر بيساعد المضرب شوية وبتبقى الضرب اسهل يعني. هنضرب الزبدة لحد ما تبقى فوم كده زي الكريم شانتيه، وتبقى خفيفة معانا وداخلها هوا كويس، تبقى زي الكريمة كده. هننزل دي رشة ملح برضو، هكمل ضرب بيها. تمام. يبقى 175 جرام زبدة، 100 جرام سكر بودرة، 280 جرام دقيق، 25 جرام كاكاو خام اسباني يستحسن يكون غامق، معلقة كبيرة نسكافيه، عليها معلقة مية سخنة ندوبهم فيها. هقلب كده كله مع بعضه كده. بعد كده هنزل بصفار البيضة. انا نازله طبعا بصفين لان انا قلت لكم انا مضاعفه المقدار. وعليهم فانيليا طبعا 3 باكيتات فانيليا عشان الصفار بتكون زفرته كتير يعني. وطبعا مش هنحسوا باي زفاره طبعا، حاطين فانيليا، والنسكافيه كمان بيقضي على اي زفاره. زي ما انتم شايفين كده هنضرب حلو قوي قوي بالمضرب كده. نضرب ونريح. شايفين القوام بقى عامل ازاي؟ ننزل بالكاكاو زي ما قلت لكم، 25 جرام كاكاو اسباني يستحسن يكون غامق. او لو مش عندك مثلا او حد قريب منك يبقى تجيبي دريم حلو برضو بيغني. هصفي كده النسكافيه عشان ما يكونش فيه اي حبوب ما دابتش او كده. هنزل بقى بالخليط بتاعي على الدقيق. حط على الدقيق معلقه صغيره بيكنج باودر. لو هتحطي مقدار واحد يعني طرف معلقه كده، مش هيفرش معاكي ولا اي حاجه. تمام. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كومنت حلو منكم ولايك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو انا بنزله. تمام. البسكوتات بنقلب بطراطيف الصوابع، بطراطيف كده يعني، ما نعجنش البسكوتات عشان ما تنشفش منك وتكون عجينه حلوه كده متماسكه لينه. هنزل بالمقدار الزبده بس اللي في المضرب كده طبعا عشان خساره طبعا. وطبعا كل دوت بيبقى من المقدار. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي كوكيز القهوة او حبيبات القهوة اللي بيحب طبعا، لعشاق القهوة طبعا. بصوا كده انا كده العجينة بتاعتي بقت حلوة واجربها كده. بصوا ببرمها ولا مشققة ولا اي حاجة. ولع الفرن بتاعي على درجة حرارة 170 على الرف اللي في النص. بدورها زي البلية كده، وبعد كده بعمل بالطول بطرف سكينة او عصاية شيش طاووق او خلة اسنان او اي حاجة. بصوا ديت انا عاملاها كتجربة، هشوفها هتفرش معايا هتحتاج ايه. فاهمين انتوا الكلام ده طبعا كتجربة. متنسوش طبعا ندعو لطلاب الثانوية العامة يا رب معاهم، لكل اللي عنده ثانوية عامة ربنا يجازيهم على قد تعبهم وينجحهم ويفرح قلوبهم يا رب. يا رب اللهم امين يا رب معاهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا هقول لكم المقدار تاني. 175 جرام زبده ننزل عليهم ب 100 جرام سكر بودره منخول، 25 جرام كاكاو خام اسباني منخول، 280 جرام دقيق برضو منخول. تمام. ذرة ملح، صفار بيضة. ممكن بدل صفار بيضة تحطي عادي بيضاية كاملة. عايزة تعملي مقدارين ممكن تحطي بيضة وصفار بيضة. انا بحب اعمله بالصفار بيكون ناعم شوية. تمام. هنحط كده الصينيه ديت 15 ل 12 دي. بصوا قوامها وبصوا بصوا الحجم بتاعها. لما اطلعها اوريها لكم، ولا هتفرش ولا اي حاجه. طلعت التجربه بتاعتي بصوا اهيت ما فرشتش. اشتغلت في الصينيه بصوا دايب دوب تحفه تحفه تحفه. يا رب تجربوها وتعجبكم. ربنا معاكي يا ندى حبيبه قلبي. انا عاملاها عشان خاطر ندى بصراحه يعني بنت اختي، ربنا معاها يا رب. بصراحه يعني تعبت في قوي في المذاكره الايام اللي فاتت، وربنا معاها مع كل اللي زيها يا رب، ويعوضهم خير على اللي شافوه وينجحهم ويكبر بخاطرهم يا رب اللهم امين. عملت كده وما بندهنش الصواني زبده ولا زيت ولا اي ماده دهنيه.
هي مجرد بنحط كده في صواني، يستحسن صواني ألمونيا، بتكون حلوة أوي الألمونيا في خبز البسكوتات، المعجنات، أي حاجة. زي ما انتم شايفين كده بعمل بالسكينة بالطرف، ما تنزليش بالسكينة للآخر، هو بس من على الهامش كده. انا كنت في حاجات خليت ابني قعد عملها لي بس، فنزل بالسكينه للاخر قوي، بس ما قطعهاش يعني، بس نزل بيها شويه كده، فطبعا لما بتتخبز بتفرش او بتفتح بقها كده. بصوا شكلها تحفه بصراحه. بصوا بقى، اول ما بتطلع من الفرن بهز البسكوته من مكانها عشان ما تلزقش في الصينيه وتغلبني لو بردت او كده. ما بولعش شوايه طبعا، بتقعد من 12 ل 15 دقيقه تعرفي ان ازاي ان هي استوت. هي طبعا بتبقى مشمعه من تحت كده، مش هنعرف ان كانت ذهبي ولا لا، بس بحس عليها الاقيها نشفت، ما بتكونش طريه. خلصت المقدار بتاعي، نحفظه في علبه زي ما انتم شايفين كده، في علبه بلاستيك، اللي هما العلب اللي هي حافظه التلاجة، العلب البلاستيك اي حاجه، عشان يبقى محتفظ بطعمه يعني لو بيقرمش شويه ما يطرش معاكي. بقى فيه حبه هزوقهم، بس مش مجرد انها تزويق بس، طعم شوكولاته بس. دي بخار زي شوكولاته سيحتها على بخار ميه، وحطيت عليها معلقه زيت، بغطس نص البسكوتيه كده. طبعا اللي بيعملوا اونلاين او بيبيعوا اوردرات او الكلام دوت، بيحطوا حاجه اسمها شمع غذائي. طبعا بتبقوا شايفين المولتو او الكرواسون اللي بيبقى في الافران، او القرص اللي بيبقى عليها شوكولاتات، بتبقى الشوكولاته متماسكه مش بتلزق او كده، عشان في حاجه اسمها شمع غذائي دوت بيحطوه على الشوكولاته، بتنشف، ما بتبقى تجمد يعني. فطبعا انا الحبه اللي هعملهم بشوكولاته احطهم في علبه في التلاجة. زي ما انتم شايفين فردت الكيس كده بتاع تلاجة، حطيت بس عليه كده عشان ايه لو مسكت شويه. إيه ديت بقى ابني جه قال لي ايه يا ماما اعملي لي واحده 3 في بعض. قلت له ازاي يا احمد مش هتنفع؟ قال لي لا بس شوفيها لو ما مسكتش في بعض هاكلها انا، لو مسكت يبقى كليها انت. بس انا اديتها له اكلها بألف هنا يا رب. بصوا خلصت كده بقى، عملت لنفسي كوبايه نسكافيه كده، كان تحفه وطعمه جميل. يا رب تكون، يا رب تجربوه. لو وصلتوا معايا لهنا ما تنسوش تحطوا لايك وتفعلوا الجرس. يا رب الفيديو يكون عجبكم. طبعا لكل اللي عندها طالب او طالبة في ثانوية عامة، ربنا ينجحهم لكم يا رب ويكبر بخاطركم فيهم، وربنا معاهم يا رب، اللهم امين. متنسوش بقى تحطوا لايك وتفعلوا الجرس، كومنت حلو زيكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم. هنقول المقدار تاني: 100 جرام زبدة، 100 جرام سكر، 175 جرام زبدة، 280 جرام دقيق، 25 جرام كاكاو خام اسباني، صفار بيضة، فانيليا طبعا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. مع السلامة.